السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. الحلقة دي مهمة جدا وتابعني فيها للآخر عشان فيها معلومات مفيدة جدا وحاجات هتفيدك وهتفيد صحتك ومناعتك جدا. بص يا باشا، لو أنت بتصحى من النوم عندك شد عضلي، عندك دقات القلب بتبقى سريعة، بتنسى كتير، تحس إن أنت مشتت مش قايم فايق، ده احتمال بتاعه ان هو مش ان انت عندك نقص نوم يا باشا، انت عندك نقص عنصر مهم جدا في الجسم وهو المغنيسيوم. العنصر ده مهم جدا لدرجة ان هو بيخش في 300 وظيفة في الجسم، وما بين كل 10 اشخاص في 9 عندهم نقص من الفيتامين المعدن ده او العنصر ده في الجسم. النهاردة هقول لك على الاعراض الحقيقية اللي تعرف ازاي ان انت عندك نقص في المغنيسيوم، ازاي تعالجه، واقوى المصادر الطبيعية ليه. خليك معايا لنهاية الفيديو عشان فعلا هتلاقي فيه معلومات مفيدة جدا ليك هتستفاد بيها. وما تنساش لو انت مشترك تعمل لايك وشير للحلقة دي، ولو انت مش مشترك استأذنك اشترك عشان وفعل الجرس عشان توصل لك كل معلومة جديدة ان شاء الله بنقولها على القناة دي. ليه عنصر المغنيسيوم مهم للجسم؟ المغنيسيوم مش مجرد معدن موجود في الجسم وخلاص، لا ده مفتاح اللي بيشغل جسمك. ليه؟ بيظبط لك كهربة القلب، بيحافظ على الأعصاب، بيمنع الشد العضلي، ضروري جدا للنوم، بيقلل القلق والتوتر، بيعمل توازن للسكر، وبيحسن الهضم بشكل فظيع. يعني لو ناقص العنصر ده في جسمك يبقى معنى كده ان جسمك بينهار حتة حتة. فبالتالي مهم جدا ان انا احافظ على ان العنصر ده يبقى موجود في الجسم. طيب ايه هي الاعراض نقص المغنيسيوم؟ وخلي بالك الاعراض دي لو عندك منها 3 او اكتر يبقى انت غالبا عندك نقص من العنصر ده في الجسم. لو انت عندك بيظهر لك شد عضلي اثناء النوم وتقلصات في العضلات، ده عرض من الاعراض. لو عندك القلب ضرباته بتبقى سريعه جدا، ده عرض من الاعراض. لو عندك قلق بدون سبب، عندك تشتت ونسيان بشكل فظيع، لو عندك صداع كلي او نصفي، لو عندك امساك، ارهاق مستمر، تشنج او الام باسفل الظهر والرقبه، النوم الخفيف والمتقطع، في ارق وفي قلق في النوم، كل العلامات دي بتدل ان في عنصر المغنيسيوم عندنا قليل ولازم نفكر فيه. طب ازاي اعرف ان انا عندي النقص ده؟ من التحاليل. طيب الطبيعي جدا والغريب جدا ان التحاليل دي مش بتظهر العنصر ده في الجسم. ليه يا باشا؟ لان معظم 99% من المغنيسيوم الموجود موجود جوه الخلايا مش موجود في الدم. فبالتالي اي تحاليل في الدم مش هتظهر النتيجة كويسة قوي. وافضل طريقه ان احنا نشوف الاعراض بتاعتنا ونشوف طريقه اكلنا. ده المهم ان انا بيقيم لي الموضوع عندي وبيظبط لي الموضوع عندي ازاي. ولو عايز اسم التحليل اللي بنعمل بيه التحليل في المعامل اللي احنا بنعمله وبيظهر فيه نسبه المغنيسيوم، حاجه اسمها RBC مغنيسيوم. هكتبه لك في التعليقات عشان لو انت عايز تروح تعمله في اي معمل تحاليل تعرف برضو النتيجه ايه بالنسبه لك. طيب ايه اللي بيسبب نقص المغنيسيوم في الجسم؟ ما هو عنصر موجود في الجسم، ايه اللي بيخليه ان هو ينقص؟ في حاجات كتيره جدا. اول حاجه شرب القهوه الكتير، الفاست فود، السكر، العصبيه، المضادات الحيويه، مدرات البول، الحاجات اللي بتنزل الماء من الجسم اللي هي بتدر البول، نقص فيتامين د وده احنا اتكلمنا فيه قبل كده مهم جدا، الضغط النفسي المستمر. خلي بالك في عنصرين هنا احنا اتكلمنا عليهم قبل كده في حلقات قديمه، وهي الفاست فود والسكر اللي هي السموم اللي احنا بناخدها وفاكرين ان هو اكل صحي. الحاجات دي مضره جدا وبتقلل نسبه المغنيسيوم الموجوده في الجسم. طيب المصادر الطبيعيه بقى اللي احنا نعوض بيها المغنيسيوم ده، هقول لك على اهم 6 مصادر طبيعيه يقللوا او يعني يمنعوا ان نقص المغنيسيوم يبقى موجود في الجسم، بل بالعكس دول هيزودوا نسبه المغنيسيوم في الجسم. اول عنصر هو السبانخ. تاني عنصر المكسرات بانواعها، بذور القرع اللي احنا بنقول عليه لب الابيض وموجود سبحان الله الايام دي موجود في السوق بشكل فظيع جدا، اللي هو لب القرع او بذور القرع.
تمام. الشوفان، الموز، الكاكاو الخام، وتكون عارف برضو مصدره كويس، الكاكاو الخام. نصيحتي ليك كل يوم معلقه كاكاو خام مع شويه مكسرات، انت كده بتاخد نسبه مغنيسيوم بكل انواعه، ونسبه محترمه جدا ومفيده جدا للجسم. المكملات، هل ينفع ان انا اخد مثلا يعني اروح على طول على الادويه اللي فيها مكملات غذائيه فيها مغنيسيوم والكلام ده كله؟ انا معاك لو النسبه فيها، لو عندك الاعراض كامله موجوده بنسبه كبيره ان في نقص المغنيسيوم في الجسم، فيبقى المكملات مهمه جدا. بس لازم نعرف الفرق ما بين انواع المغنيسيوم. انواع المغنيسيوم هم 3 انواع. بص يا باشا، اول نوع ما اسمه مغنيسيوم جلايسينيت. المغنيسيوم جلايسينيت ده افضل نوع مغنيسيوم للناس اللي عندها مشكله في النوم ومشكله في شد العضلات. تاني نوع حاجه اسمها مغنيسيوم سيتريت. مغنيسيوم سيتريت ده كويس جدا للهضم وللامساك. في نوع تالت وده ابعد عنه، ما تاخدوش احسن، حاجه اسمها مغنيسيوم اوكسايد. مغنيسيوم اوكسايد ده الجسم بيمتصه بنسبه ضعيفه جدا، وغالبا ما بيعملش حاجه غير ان هو بيعمل اسهال وبس، لكن ما فيهوش اي فايده تانية لاي حاجه يعني. في تحذيرات بقى مهمه لازم برضه نخلي بالنا منها. لو عندك امراض كلى لازم تستشير الدكتور قبل ما تاخد المكملات. الدكتور اللي انت متابع معاه لازم تتابع، تقول له ان انا عندي مثلا نقص مغنيسيوم، فهل ينفع ان انا اخد مغنيسيوم ايه، وهو هيحدد لك النوع. لو بتاخد ادويه القلب لازم تراجع الجرعه برضو مع الدكتور المتخصص او اللي انت متابع معاه الحاله بتاعتك. من الاخر انا عايزك تبص على نفسك، الاعراض اللي احنا اتكلمنا عليها دي كويس، هل موجوده عندك ولا لا، موجوده بنسبه قد ايه. يمكن انت محتاج عنصر بسيط يظبط لك حياتك ويظبط لك جسمك ويظبط لك صحتك، يبقى لازم تعرف الدنيا ماشيه ازاي، وتتابع تابع تابع اعراض جسمك. انا بكلمها لك تاني، اسمع لجسمك، اسمع هو بيشتكي من ايه، وعلى اساسه هنعرف ناخد العلاج او الاعشاب او النوع اللي هيفيدنا فيه ايه ومحتاجين ايه. لو عندك، عايزك تكتب لي في الكومنتات انت عندك كم عرض من الاعراض اللي احنا قلناها دي، وعايزك تقول لي المشاكل عندك ايه، وطريقه اكلك ايه، وطريقه حياتك ماشيه ازاي. ولو عايز حلقه مخصوص على انواع المغنيسيوم اختلافها، حلقه تفصيليه بقى عنهم، اكتب لي برضو في التعليقات. وما تنسوش ارجعوا للطبيعه وحافظوا على نفسكم واسمع لصوت جسمك. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده باذن الله. اتمنى الحلقه دي تكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لايك وشير الحلقه دي عشان المعلومه توصل لاكتر ناس ممكنه. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.